السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في فيديو واحد آخر. موضوعنا اليوم ما هو لا سياسي ولا كما يقولوا فكاهي. حبينا ساعة الإنسان يتحط في السيريو، يهضر في مواضيع فوالا تكون فيها فائدة إن شاء الله لنا وللمجتمع. موضوع اليوم هو الغربة، الهربة، الحرقة، سموها كما شئتم. المهم موضوعنا اليوم هو الشباب اللي راه يخمم انه يخرج من البلاد باش يروح يعيش في بلاد واحدة اخرى باسم المستقبل. نشوفوا يا هل ترى عندهم الحق؟ يا هل ترى الغربة هذه تسوى انك تضحي تضحي بأعز ما تملك، تضحي بحياتك؟ المهم كاين الناس اللي تحرق. اسكو صافو الكو؟ اسكو لو كان يكتب لك ربي وتلحق هنايا خلاص تقول انا الشيء اللي ضحيت به تستاهل؟ الله اعلم، كل واحد كيفاش يشوفها. المهم نبداو من الصفر. اي شاب جزائري، مراهق جزائري، تروح تسقسيه تقول له علاش راك حاب تحرق، علاش راك تحب تروح للغربه؟ يقول لك كرهت باش نروح ندير المستقبل تاعي. كرهت، ممكن راني معاك، الله غالب. الاوضاع الاجتماعيه في الجزائر ما كما يقولوا لا تبشر بخير، مالغري الحمد لله بلادنا بارابول البلدان الاخرين رانا الحمد لله، ولكن لكل نظرته، احنا ما ندخلوش في هذه التفاصيل. المهم تسقسيه يقول لك ندير المستقبل تاعو. حبيت نقول لهذا الجان هذايا ولا هذا المراهق كاينه حاجه ما تنساش، ان للغربه ثمن لازم تدفع. ماهوش دراهم، مش حكايه دراهم، اكثر من هذاك الشيء. هل ترى، خمم مع راسك، اسكو صافو الكو؟ اسكو تستاهل انك تضحي على جال الغربه وباسم المستقبل بحوايج كيما هادو؟ اول حاجه كراه تضحي بها هما والديك. ما تنساش الانسان كي يحط رجلو في الغربه شغل عنده تاشيره مفتوحه، الله اعلم، ربما ما يوليش بعد عام، بعد عامين، بعد ثلاثه، ربما ما يوليش كاع يتيك، وربما يولي والديه ما كاش. نتمناو حتى انسان، ولكن والله غير صرات يا خوتي، صدقوني غير صرات. هذه الثمن الاول اللي راح تدفعو باسم المستقبل وحبك للغربه. الثمن الثاني هو ان الانسان بطبيعه الحال، اي انسان مهما كانت صفته، نهار يلحق للغربه لازم يحوس على الاستقرار، سينو ما يقدرش يحوس في الغربه. كي نقولوا الاستقرار هو عنده حل، ما عندوش 10: الزواج. واذا قلنا الزواج عندك زوج حوايج لا ثالث لهما: يا تدي اوروبيه تقبلها بعاداتها وتقاليدها وكلش، يا تدي جزائريه اللي زايدين هنا وكابرين هنايا، مسلمه سيفري بصح نفس العقليات. انت بعقليتك راك طالع بها ماكش راح تتلاقى بوحده اللي راح توافقك واش راك تخمم. هذا ثمن ثاني راح تدفعه من حياتك، انك راح مجبر دير حوايج ما راكش حاب ديرهم. قدر الله تزوجت بوحده مثلا بنيه انك دير كوارتك ولا تريغولاريزي لا سيتوياسيون تاعك، هنايا راك تدفع في ثمن واحد اخر، الا وهو الخدع والحيله، انك تمسخرت بانسانه لا ذنب لها، باسكو انت اللي جيت ليها، انت اللي حوست عليها، وانت اللي قلت لها نحبك، وانت اللي قلت لها طا 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 طا، نهار فريت شهالاتك سمحت فيها ورحت. ممكن تلقى واحده اللي تزوج بها وتجيب معاها دراري، ولكن مع الوقت الله غالب هذه هي ما عندناش نفس العقليات. يجي نهار وانت تفطن وتقول واش راني ندير، هذه ماشي الجور تاعي، ماشي المستوى تاعي، انا يا بنتي لازم لي وحده من البلاد. دونك يوقع فيها طلاق، يوقع فيها اطفال وضحايا راح تحاسب عليهم، وهذا ثمن الرابع. اما الثمن الخامس هو انك تفكر تقول انا لا نروح للبلاد، نجيب بنت بلادي هي اللي تنفعني وهي كذا، وعلى الاقل نتفاهموا، نقدروا نخدموا شويه ونعاودوا نولوا للبلاد. جيب بنت بلادك، زيدوا عندك دراري، تقول لها يا ودي نهبطوا للبلاد، خلاص سي ترو طار مون امي. مرتك ما تهبطش الا من رحم ربي، تقول لك انا نتبع ولادي راهم يقراو هنايا، ولادي راهم يصوانيو هنا بيان، ولادي راهم لاباس عليهم، انا ما نهبطش للبلاد. وتقول لك اذا حاب تهبط للبلاد الله يسهل عليك. ايوي هذه هي، تولي هذا هو الثمن اللي قالهم كاع الرقدوا. وانا نعطيكم صافي دير. لو كان نرجعوا شويه للور، بدايه القصه تاعنا، ان الانسان الشاب ولا المراهق كان عنده مشكل واحد، وهذا المشكل كان عنده حل. باسكو علاش كان عنده حل؟ لو كان نشوفوا احنا الشباب الجزائري الحمد لله، احنا لا جينيراسيون تاعنا، انا صحابي ما شاء الله كي نهبط البلاد راهم مزوجين بولادهم، خدامين بسياراتهم، وعمرهم ما حطوا رجليهم في الغربه. فوالا، دونك تولي انك كان عندك مشكل صغير ما تخدمش، بالك لو كان صبرت خاوتك يعاونوك دير حاجه، تزوج، تجيب دراري، المهم عندك حل. بصح درك انت نهار تروح للغربه تلقى روحك ظالم طفله، ظالم دراري، ظالم نفسك، ظالم والديك. يا هل ترى هاد المشاكل كاع ياتيك عندهم حل؟ ما عندهمش حل. اما لا، خمم مليح قبل ما تافونسي. حنا ماناش هنا باش نكسروا في الناس، نكسروا للناس ولا نفسدوا لهم في النوايا تاعهم. ربما كاين ناس تقتلهم
الغربة. لكن أنا شخصيا نصيحتي والله العظيم الغربة والله ما تستاهل أنكم تضحيوا بولدكم، بخوتكم، بأحبابكم، بالأذان، بالمساجد، بالقطوطة تاع الجزائر. والله العظيم ما تستاهل. خموا مليح وربي يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. إلى موضوع آخر. تحيا الجزائر. السلام عليكم.